متباركين متباركين، كل عام وانتم بألف خير بولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول شي بسلم عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. وهيدا الحفلة عملناها بمناسبة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وراح أعطيكم شوية أفكار عن الزينة وعن الحلويات. مثل ما شايفين هول الجمال والشجر النخيل واسم محمد، كلهم عملتهم أنا وصديقتي، طبعا ساعدتني. رحت على المكتبة وجبت هيدا الكرتون الذهبي، الكونسون ذهبي لميع وأخضر لميع وأزرق لميعت. ومثل ما شايفين العيدان كمان بنلاقي منهم بالمكتبة، وإذا مش بالمكتبة في بالتعاونيات، يعني بأي تعاونية فيكم تلاقوا منها. وهيدا الخيش اللي مبين محطوط على ايه شايفينه، هيدا الخيش جبته كمان من مطرح ما بيبيعوا خردوات، وجبت كرتون بني حطيتها على الفلين، في فلين طبعا تحت الخيش، بس بما انه الخيش بخوش كبيرة فبين الأبيض، أنا ما بدي يبين الأبيض، حطيت كرتون بنة ناشفة وحطيت عليها الخيش ولزقتها طبعا بفرد الشمع، وكلمة محمد كمان كتبتها وقصيتها ولزقتها على فلين وعملتها بهالشكل هيدا. والبحث من عندي جبتهم وحطيتهم علي. طبعا هيدي الاشياء كلها بتوحي لحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من نخيل وجمال وصحراء. وحطيت هون اسماء الالقاب للرسول صلى الله عليه وسلم: الصادق، الامين، المصطفى. لزقتهم على الورقة، طبعا على الكونسون، على الكرتون الذهبية، قصيتها بشكل وردي وحطيتها الورقة بالنص ولزقتها طبعا بالشمع. هيدي المغارة كلنا بنعرفها، المغارة اللي فات عليها الرسول وتخبى، واجا العنكبوت عمل البيت، وكان في حمامتين، في حمامة يعني عم بتبيض، فبتوحي انه الرسول مش موجود هون لانه كانوا بدهم يقتلوه هو واصحابه، غطوا عليه صلى الله عليه وسلم اجمعين. كان عندي سوبلا رسمت عليها شبكة العنكبوت، وبعد ما رسمت عليها شبكة العنكبوت لزقتها على الفلين كمان بشكل دائري مثل ما شايفين. وجبت هيدا الكريبون البني عملته بشكل مغارة ولزقته على مصفاية الخضرة عندي، شفتوها قبل شوي بينت معي، وبين عليها انه مبينت كشكل مغارة يعني. كمان بتوحي كل هيدي للأحداث اللي صارت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا عنا الشريط الأخضر اللي بيتعلق، وحطيت هيدي الزينة طبعا بعد ما خلصت المولد، حطيتها أكيد بدي احتفظ فيها، حطيتها عندي بالكوريدور. في عندي كمان بالزينة في عندي أنانة لون ذهبي، كنت حاطة فيهم نباتات أعشاب، هلا بلكن عنهم. شو عملت أنا؟ جبت الطصاصة الذهبية ورشيت القنينة. هيدي القنينة قنينة عيزقان، قنينة مي ورد، أي شي عندي يعني، أي قنينة عندكم تكون حلوة هيك مرتبة ونظيفة وفاضية تقدروا تعملوها. رشيتها بهالطريقة صارت هيك، وحطيت فيها بحص صغير أو رمل عشان تهدى ما توقع، وشكت فيها هود الأعشاب إن إحنا بنقلهم مكانس كتير حلوين. كانوا بالزينة كانت كتير طالعة حلوة يعني، هولي عطوها أطفال جمال مثل ما شايفين. هولي رح نحكيلكن عنهم القنينة اللي فيها هول الأعشاب. وهيدي الطاولة كلها مع الحلو، عندنا الكب كيك، عندنا الدوناتس، عندنا مربى، قلب كيك، الفواكه، كل رتبتهم بيسون. طبعا أنا وصديقتي ساعدتني مشكلة كتير، والتمر حشيته جوز، البذر والنور حشيته جوز، وعنا صفوف وعنا مخلوطة وعنا كذا نوع من المأكولات. زينت فيهم الطاولة بهيدا الشكل.
وهيك طلعت الطاولة فعلا كانت كتير مرتبة وحلوة. كل الأصحاب اللي إجوا عجبتهم، وإن شاء الله بينعاد عليكم يا رب، وكل سنة وأنتم بخير. وإن شاء الله كل سنة بإذن الله رح أعمل هيدا احتفالا بمولد رسول الله، رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هيدي السلة تبعيت الدونات كمان، هي مفكوكة بس بنركبها مع بعضها، هي كرتونة نشتريها جاهزة. وهيك حطينا فكرة الخيش على الطاولة مع شرشف أبيض. طبعا حبينا نحط الأبيض مع الخيش مع الذهبي، وهيك طلعت زينتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم الزينة. وبالمكتبة فيكن تجيبوا اللي بدكن إياه، يعني في بالمكاتب أي شي بتحبوا تزينوا انتو تعملوا الزينة موجود بالمكاتب، من وراء من كونسون ملون، في اشياء كتير بالمكاتب. إذا عندكن أفكار حلوة بيطلع عندكن اشياء كتير حلوة، بيطلع عندكن زينة مرتبة. وطبعا البوالين الصفر والذهبي والأبيض كمان اخترت الألوان نسقتها مع بعض وعلقتهم على الشجر ورا الطاولة. وبدي أخبركن شغلة، إنه الهوا كان وقتها الطقس كتير بشع، والهوا هب مرتين ثلاثة، وأنا نقل الزينة من مطرح لمطرح، وقلت يا رب ساعدني. رجعنا من نقينا مطرح مكان مناسب ومشي الحال، وهيك هيك كان جونا وهيك كانت حفلتنا. وإن شاء الله تكون عجبتكم الزينة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. هدول صور من أصحابي اللي كانوا موجودين وجيراني اللي كتير كتير بحبهم. بوجه لهم ألف تحية واحترام ومحبة إنهم حضروا وأطفوا على الحفلة جو كتير حلو. وأنا على فكرة لبست أخضر على لون النخيل، حبيت ألبس أخضر. وهيدي صورتي أنا وأصحابي، وهيدي بناتي، بنتي أسينات وسارة وأصحابي وبنتي، وهي أسينات الصغيورة اللي بحبها كتير. وهلأ بعد شوي بتشوفوا كيف كان جونا وكيف كنا عم نحتفل. أنا صراحة ما توقعت تطلع الزينة كتير حلوة هيك يعني، وكنت بدي أصور كيف أنا طلعت على المكتبة وجبت الأوراق وجبت بس ما قدرت صراحة، ما كان عندي وقت. هيدي جارتي اللي ساعدتني وبوجه لها ألف تحية، وأصحابي كلهم. هيدي صورة عشان العنيني صورت لكم إياها، وهيدا جونا. إن شاء الله يكون عجبكم. هيا نبلش. أنا هون عم صور الطاولة، ما بدي صور صاحباتي إنه عم بيحتفلوا ويزقفوا ويغنوا، طبعا عشان إنه الحرية الشخصية. فهن كانوا عم يحتفلوا وأنا كنت عم صور. إن شاء الله يكون كل شي عجبكم. باي، بشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد.